السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف أخباركم وصحتكم وعافيتكم؟ ورمضان كريم، تصوم وتفطر على خير. ربنا يقدرنا على قيامه وصيامه إن شاء الله يا رب العالمين. واليوم عندنا طريقة شوربة الكبكبي السودانية بطريقة ناس الغرب. عندنا هنا طبعا يا إخواننا تقريبا 3 كوبايات من الكبكبي، ونكب عليهم موية حارة من السخان أو الكتل، ننزل عليهم ونضربهم في الخلاط عشان ما نطلع شنو القشرة حقتها دي. كده بعد ما نزلنا بالموية الحارة نستنى نديها 5 دقايق، وبعد داك شنو نضربها في الخلاط، يعني القشرة حقتها دي الفوق دي كلها تطير تطلع منها. بعد داك شنو نقوم ننزلها في الخلاط. اخواننا عندنا هنا طبعا ده بعد ما ضربته بالخلاطة غسلته بالموية الحارة، هقوم اغسله. وبعد داك ده يا اخواننا بعد ما نضفنا الكبكبي ده، بعد ما نضفناه غسلناه بالموية، وبعد كده اهو رجعنا لكم تاني. دي يا اخواننا دي النهاية بتاعة الكبكبي حقتنا بعد ما يتغسل نظيف بموية نظيفة. غسلناه. نقوم شنو بعد كده عندنا الموية الحارة دي نظيفة، دي مويتنا الحارة. ننزل عندنا بالكبكبي حقنا، ننزل بيه في الموية السخنة دي. دي يا اخواننا بعد ما نزلنا بالكبكبي في الموية المغلية في الحلة، ونخليه يغلى شوية كده لأنه هو بيطلع أوساخ. نقوم نطلعها بالملعقة، وبعد ذاك نضيف عليه بهارنا اللي عايزين نضيفه. وانا دي المكونات حقتنا بتاعت شوربة الكبكبي السودانية. هنا عندنا هبهان، عرق أسود، عرق أحمر، عندنا ملح، سكر، زيت. دي المكونات حقتنا نقوم نضيفها شنو في الشوربة بتاعت الكبكبي. هنا طبعا دي الوساخة دي هنقوم شنو نطلعها بالملعقة نظيفة عشان ما تقوم تخرب لنا شكل الكبكبي بعدين. وانا بعد ما الرغوة حقتنا انتهت نقوم ننزل بزيت شوية. في ناس طبعا بدو سمن لكن انا اديته زيت. وننزل ببهاراتنا برضو. عندنا السكر برضو نضيف منه. من السكر لحسب انت عايزه. الملح طبعا بعد ما الكبكبي يستوي على الاخر، بعد داك شنو نقوم نضيف الملح دقيقة. طبعا عندنا هنا بعد ما الكبكبي استوى نقوم نضيف عليه شنو الملح. نضيف عليه الملح نشوف الطعم كيف، مع انه الدنيا رمضان الواحد ما بتقدر تذوق، ولكن الشوفة عادي يعني يذوق طعم الملح وطعم السكر عشان يوروك النتيجة النهائية شنو. ودي نهاية الكبكبي حقنا. تهرس طبعا عادي بالاصبع لين شديد تهرس زي ما احنا عايزينه. نخليه لغاية ما الملح يخش فيه شوية كده ونطفي الحلة. دي يا اخوانا نهاية الكبكبي حقنا، ودمتم على الف خير. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. تسلموا كتير ويديكم العافية ورمضان كريم.